سويتوا مشويات في الإجازة ولا لسه؟ إيش تستنوا يا جماعة؟ يلا قوموا سووا واستمتعوا بالمشويات. شوفوا قديش جوسي، تبارك الرحمن. شوفوا، صلاة على النبي، ما شاء الله، لا إله إلا الله. يا سلام، سلم. طيب شوفوا أحلى مشويات من يد عائلة أم يزيد. أبو يزيد، أم يزيد، والعائلة كلها مشتركة. بالعافية عليكم. الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. والله خلاص أنا جعت، جوعتوني. بالعافية بالعافية علينا وعليكم. هنا عندي خضار ودجاج بفرمه في الخلاط. الفرم يكون خشن، تمام، ونفرم الدجاج فرم ناعم. بعد ما خلطت الخضار في الخلاط، شوفوا مويه اللي طلع صفيته، شايفين؟ اللي هنا ما نرميه، نحتاجه ان شاء الله. وهنا خضار. طيب حبايبي، شوفوا هنا عندي 3 صحون صدور دجاج مفروم، تمام، كل صحن ابو 450 جرام. وشوفوا هنا عندي تقريبا ربع كيلو من لية الغنم مفروم، شايفين لية الغنم؟ ذا الشيء اللي يخلي كباب الدجاج روعة ورهيب، سر من أسرار كباب الدجاج. طيب خلينا نقول هنا عندي 3 فصوص ثوم، وحبة فلفل رومي صغير، و3 حبات بصل حجمه كذا مو مرة كبير، صغير برضو، زي كذا مفرومين خشن. نحطه، بنحط معجون فلفل، كزبرة ناشفة، فلفل أسود، كمون، ملح، وفلفل مجروش، وشوية من البقدونس. وإيش نقول حبايبي؟ بسم الله على بركة الله. ونخلط جميع المكونات ونعجنهم مرة. تمام. شوفوا أخذ وقت وعجنته مرة. تمام، زي كده، تمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. وشوفوا اللون، لون الكباب ما شاء الله من ذحين يفتح النفس. ولو تلاحظوا حبايبي، شوفوا ايش اسمه، خلطة كباب مو رخوة، ما يكون طايح كذا يعني سوائل اللي في اللحم قليل، فعشان كذا شوفوا متماسك ممتاز جدا. شوفوا تختبروا بهذا الشكل. اللحم حاليا حار، بس شوفوا كيف متماسك، شايفين كذا؟ يعني الخلطة 100 مو رخوة. يوم يكون في سوائل كثير في الخلطة، ايش اللي حيصير ايش يسموه، زي المويه كده، رخوه ويطيح، من هنا تمسك ومن هنا يطيح كده، لا ما يزبط. فدحين 100. طيب هنا عندي كيلو ونص، تقريبا كيلو ونص او كيلو و600 جرام لحم مفروم. شوفوا فيها نسبة دهون بسيطة، وانا هنا زودت شوية ليا. 3 فصوص ثوم، حبة فلفل رومي صغير، و3 حبات بصل صغير، فرمتهم كذا ونحطهم. طيب هنا عندي معجون فلفل، كميته حسب الرغبة، كزبرة ناشفة، فلفل أسود، كمون، فلفل مجروش، وملح، ونحط يا حبايبي. بقدونس مفروم. ودحين حبايبي نخلطهم مرة تمام، نفس الدجاج، نفس القصة، نفس الحركة، نعجنهم مرة تمام. اللحم جاهز، وهنا عندنا أحلى دجاج جاهز. خلطة كباب الدجاج وكباب اللحم جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن. ذحين بغطي عليه واتركه في الثلاجة، تمام. وهنا موية خضار هنحتاجها كمان بكرة. أنا هنا جهزت سلطة بصل مع البقدونس، وهنا سلطة طحينة مع لبن زبادي والخيار، وهنا قطعت خضار الحشوي، وهنا بسوي لي شوية الرز، وهنا قاعدة ايش اسمه أشقر البصل في السمنة مع البهار الحبات. وحطيت ملح تمام كذا خلاص. بحط رز مغسل ومنقوع طبعا.
بسوي رز ابيض كده، رز شعبي نقول عموما. طيب حبايبي دحين ابدا اسيخ. تمام، شوفوا هنا عاد عندي الخلطه جاهزه من امس، وشوفوا في الثلاجه صار متماسك اكثر. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي لحم ودجاج، شوفوا كيف اللحم متماسكه بعد ما سوينا زي كده. تمام، بندخله في السيخ عريض. تمام، السيخ العريض حق كباب المفروم. شوفوا زي كده، بعدين نبدا نوزع. تمام، وشوفوا حبايبي هنا عندي مويه خضار اللي قلت لكم امس، مويه بصل والثوم والحاجات يعني، والفلفل الرومي زي كده. بدل ما نبلل يدنا في مويه عادي، خلاص مويه خضار، ونبدا نشكل الكباب. تمام، بعد ما نوزع بهذا الشكل مرتب، ونتاكد انه اللحم اتغلف السيخ بشكل مظبوط ومن كل جهه متساوي. بهذا الشكل نساوي مظبوط. تمام، شوفوا. ودحين حبايبي نشكل. ايوه، احلى كباب من يد مين؟ ام يزيد. وشوفوا اللحم كمان قديش متماسك، شايفين؟ ابدا اللحم مو رخوه. شوفوا كيف، شايفين؟ متماسك. اخذنا لحم وشكلنا على شكل اصابع. تمام، ودحين ندخله وسط السيخ. تمام، بهذا الشكل. ودحين نوزع اللحم على السيخ زي كده بهذا الشكل. تمام، طريقة تسيخ المفروم مرة سهل. شوفوا زي كده، نوزعه على السيخ بهذا الشكل كامل. شايفين؟ نوزع أول شيء، وبرضو نبلل يدنا بموية خضار بهذا الشكل. تمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى كباب من يد أم يزيد الشطورة. شوفوا جمالهم، دجاج ولحم. يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا جمالهم، خير وبركة، صلاة على النبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كباب دجاج، لحم بالعافية. حطيت في موية الرز حليب، ودحين بحط الرز المنقوع، وعاد اترك الرز يستوي. اول شيء يشرب موية في القدر، وبعدين ندمسه. شوفوا هنا الرز خلاص شرب الموية. تمام، ودحين بغطي عليه واتركه نص ساعة 25 دقيقة وخلاص. خلاص هنا سيخنا كل شيء، وهناك ابو يزيد ظبط النار، وهنا جهزنا السفرة وطلعنا سكرة. والله يعطيك العافية. هنا النار مظبوط. كذا خلاص. مامي كويس، طبختيه كويس؟ ايه متأكدة؟ متأكدة انه ما يحتاج. لا يا عيال. وايش نقول حبايبي؟ بسم الله على بركة الله، ونبدأ ننزل الكباب. هنا الدجاج واللحم. بسم الله على بركة الله، وتوكلنا على الله. أحلى شوي في البيت، ما يحتاج مطاعم. شوفوا حبايبي، بعد ما تحطوا اللحم أو دجاج، بعد ما يتغير لون الدجاج أو لحم، على طول أقلبوا جهة الثانية. تمام، عشان جهة ما يصير حار ويصير رخوة ويطيح. اقلبوا الجهه الثانيه على طول، عشان جهه ثانيه كمان يتغير لونه ويمسك في السيخ على طول. تمام، لا تنسوا. ايوه، ايش قصدنا؟ اصلا انه في البدايه نقلبه دائما كذا على الجهتين اول باول. ايوه، بس على اساس انه اللحم يستوي من الجهتين وما يطيح اللحم. ما يطيح اللحم. زي كذا. ايه، شوفوا لين ما يتغير اللحم. ايوه، لون اللحم في البدايه بس. ايه، ما شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوة، تبارك الرحمن. وشوفوا اللون، كباب التركي من يد ام يزيد. نجيب النار هنا، نوزن النار صح؟ حسب النار قوي. ايوه، هو الفلفل اللي هنا خلاص خلينا نشيله. تحمر واستوى خلاص. طمن على الخضار. شوفوا
شوفوا يا سلام، شوفوا الدهون اللي بيطلع من الدجاج، تبارك الرحمن. شوفوا اللون والحلاوة ولذاذة وسكرة مبسوطة، تبارك الرحمن. يا سلام. وشوف يا جماعة، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، يمديكم على ذا الجمال ولذاذة، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا كيف دهون اللي قاعد يندر من اللحم، شايفين؟ شوفوا أقرب واحد ثاني نشوف. أيوة شوفوا كيف، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة شوفوا على التحمير والتكبير، يا سلام. حبايبي سووا شوي في البيت، تسووا كمية كبيرة وبمبلغ بسيط، يعني ما حيكون غالي زي اللي في المطاعم، ومنه تستمتعوا يعني، ومنه جو في الإجازة، يعني تسووا جو وتستمتعوا في الأكل وفي كل شيء مع بعض. جو عالي. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبايبي، جوعنا. وشوفوا الرز كيف، تبارك الرحمن ما شاء الله، لا إله إلا الله. شوفوا جمالهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله. شوف التحمير حار. طب انتبه. شوف الدجاج اللذيذ. ما شاء الله تبارك الرحمن، فاخر من الآخر. طبق ملكي. ما شاء الله تبارك الرحمن حبايبي، أسهل مشويات وتسووه في البيت. قوموا سووه واستمتعوا حبايبي، بالعافية علينا وعليكم. وشوية بطاطسات والحاجات. يا سلام. لا إله إلا الله. أعطي المجمر هذا حق المجمر اللي هنا حق أبو يزيد، شوفوا كيف. ايوه كده، والله حار يا أحمد، خليه يبرد كده ننزله. واو شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن قديش متماسك، تبارك الرحمن. شوفوا خلاص حق ابو يزيد هو ينزل خلاص. ايش هو يدي خلاص راح. الحمد لله. والبطاطس هاي، وشوفوا صحن ملكي 180 ريال حق ابو يزيد. والجنبينا في طبعا الطماطم والبصل المشوي، الفلفل والليمونايه، ما شاء الله. اللهم بارك. فلفلايه فوق كذا. خلاص حبايبي وصفتنا جاهزة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالعافية علينا وعليكم. أتمنى تسووه في البيت يا حبايبي وتستمتعوا. تمام بالعافية. مجمر بالعافية علينا وعليكم. شكرا. طبعا ابويا ايش يقول؟ طبعا جلسة عائلية وشيء فاخر، والحمد لله نحمد الله ونشكره. الحمد لله على النعمة، نحمد الله دائما ودائما نحمد الله. هذه نعمة، اللهم احفظها من الزوال، ودم علينا النعمة واحفظها من الزوال يا رب يا كريم. واذكروا الله وصلوا على الحبيب. والله يا حبايبي بهذا الشكل بهذا الجمال، ونبدأ نستمتع. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله دجاج. وهنا عندنا عيالي ما يحبوا خضار المشوي. أنا أحب الخضار. وشوفوه مع الطحينة، ما شاء الله بالعافية علينا وعليكم. شوفوا